مرحبا يا جماعة، شلونكم؟ هذا الفيديو ردا على كاظم الساهر. طبعا طلع فيديو لكاظم الساهر من فترة، حكى فيه انه الرجال مدمرين للعلاقات، وحكى الخيانة رجل. طبعا ليش الملفت للانتباه والمهين لكاظم الساهر انه حكى عن امه وعن ابوه، فهو نقل تجربة امه وابوه، وطبيعي حكى عن حاله شخصيا لانه هو طبيعي نتيجة امه وابوه. في اشي انا بدي احكي فيه بعد اذنكم. الست الوالدة الله يرحمها مرضت مرض شديد، يعني 10 سنين مرض، وتقريبا 3 سنين مقعدة بالكامل، مقعدة تماما، ما تقوم عن التخت. فطبيعي ما فيش تروح على الحمام، بتتحفظ زي الأطفال. يعني المعذرة منكم إنه نحكي من هذا الكلام. كان الوالد أبوي، طبعا أبوي مواليد ال 45، عمره الآن 81 سنة، قريب على 82 الحمد لله، الله يطول عمره. وكان هو اللي يخدمها وهو اللي يحفظها، وهو على المأخذ يحممها ويشيلها على الحمام اللي احتاجت حسب الظروف يعني. كان يدز عربيته بالمستشفى، كان يروح يركض فحم لما كنا احنا نحاول نساعد تنهانا انه وين ابوك، نادي ابوك، جيب ابوك. فكانت حتى الحفاضه ما تخليناش احنا ولا خواتي يحفظوها، تطلب انه ابوي يحفظها. طبعا كنا احنا نساعد اكيد، لكن هي كانت تطلب ابوي دائما، خاصه بامور اللي هاي يعني اللي سوري منكم اللي. فأنا بالنسبة يعني طبعا والدي ظل خادمها لحتى توفت. بعد ما توفت تزوج كان عمره 80 سنة، ويعني مرت أبوي الله يطول عمره كمان حاليا عمرها حوالي 60 سنة أعتقد. فتزوج بعد ما توفت أمي، خدم أمي 10 سنين، 3 منهم وهي مقعدة وكان يحفظها، وبعد ما توفت تزوج. فتجربة يعني لا تدل إنه الرجل خائن، ولا هاي بالنسبة لأبوي كونه كاظم الساهر حكى عن أبوه وأمه. الإشي الأهم من هيك، كاظم الساهر من متى بيطلع له يحكي عن الامور الاجتماعيه؟ شو بيفهمه؟ كاظم الساهر فنان عاش حياته بالاشياء الاخلاقيه وشبه الدعاره. كاظم الساهر ونزار قباني اباحيه اغانيه، يعني نزار قباني هو الشاعر، انا عشان كان في عنكبوت كانه هيو، سبحان الله. كاظم الساهر ونزار قباني اغانيهم اباحيه عن المراه. في لفظ من الفاظ كاظم الساهر بالاغنيه والعبي باجزائي عفوا منكم يعني. فهو رجل عاش حياته مع الرقاصات، وفي له فيديو على اليوتيوب بعرفه، اتوقع الغالب شافوه، تقدروا تشوفوه. اكتب على اليوتيوب بكل سهوله، اجت مره بدها تتصور معاه، ما فيش شيء يعني، والله العظيم ما ضايقته. تصورت اول مره بدها تضبط الصوره، عصب عليها ونهرها يعني، وشبر عليها بيده بالمسرح، فهو اساء. وانتشر الفيديو وحكوا انه كيف هذا له سنين بتغنى بالمراه وما تحملهاش ثاني ما تحملهاش. فكيف يعني اي اساس كاظم الساهر يعني عادل امام بيطلع له؟ عادل امام اباحيه ولا اخلاقيه ودناءه وقذاره على الشاشات، وكاظم الساهر الفاظ بذيئه بيطلع لهم يسولفوا عن الرجوله بمقياس الرجوله، بمقوال كاظم الساهر رجل يا جماعه؟ يعني لو جبت مقياس الرجوله وقسته على كاظم الساهر، هل بيطلع رجل؟ بيطلع له يسولف عن الرجوله؟ ما اعتقد صراحه. انسان عاش حياته بالدعاره وبالاخلاقيه ومع الرقاصات، لا اعتقد نهائيا انه بيطلع له يسولف عن الرجوله. الرجوله بدها مرحله، حتى انا يمكن اكون ما بطلع ليش اسولف عنها. بدها مرحله متقدمه شوي، بدها ناس رجال حقيقيين اشباه النبي محمد عليه الصلاه والسلام، والنبي عيسى بالنسبه للديانات الاخرى، كل الانبياء. انا مستغرب كيف انه كاظم الساهر بيحكي، وخلينا نجيب سيره عادل امام كون جبنا سيرته. عادل امام بيحكي وعبد العزيز الطريفي مسجون من 2015 يا جماعه، من 2015، صاحب كتاب الفصل بين النفس والعقل، وصاحب كتاب العقليه الليبراليه، والله اعلم قديش له كتب. من 2015 مسجون، وكان الساهر بيطلع على الشاشات بيسولف عن الرجوله. فانا بالنسبه لي يعني حبيت اطلع بهذا الفيديو وارد على بديش اسميه تافه، ربما هو شيطان والله اعلم، واغانيه شيطان. انا حاليا باخذ دوره موسيقى، واكتشفت قديش الموسيقى يعني شيطانيه صدقا. مستحيل الانسان يقدر على هاي الموسيقى، الشيطان تدخل في صناعه الموسيقى بوساوسه للانسان طبعا. فكان مستغرب يطلع لك تسولف عن رجل لانك انت مش رجل. ثاني شيء انت نقلت تجربه امك وابوك، وهذا شيء بخص امك وابوك وبخصك، مالكيش فينا ولا بالرجال. احنا تجارب امهاتنا وابهاتنا الحمد لله تجارب رائعه. وثالث شيء انه يعني حرام شكل زي كاظم الساهر يحكي عن الرجوله، و...
مشايخ مثل عبد العزيز الطريفي في السجون. السلام عليكم.